لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الكابتن عدنان درجال طلب من اللاعبين أمير العماري، ميرخاس دوسكي، أسامة رشيد، ريبين سولاقة الانتقال للدوري العراقي الموسم المقبل، وأخبرهما أن دورينا سيكون على مستوى عال. أسامة رشيد يقول للأحمدي: هل تستطيع الاحتفاظ ببعض الأهداف لشهر يناير من فضلك؟ بعد تألقه المستمر مع فريقه الإنجليزي بشكل رسمي، كاساس يقرر الاعتماد على رباعي المنتخب الأولمبي لند حسن، أمين الحموي، كاظم رعد، يوسف الأمام في القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس آسيا. الزوراء يختتم مشاركته في كأس الاتحاد الآسيوي بفوز على الإرفاع ب2-0. والعهد اللبناني يخطف البطاقة التأهل بالدقيقة الأخيرة بعد الفوز على الفتوة السوري 2-1. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد عامين فقط من ظهوره الدولي الأول، برز المهاجم الشاب علي الأحمدي كواحد من أكثر اللاعبين العراقيين تألقا في الآونة الأخيرة، حيث يستعد أسود الرافدين للمنافسة في كأس آسيا بقطر. الجولة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين. منتخبنا العراقي للناشئين 1-2 اليمن للناشئين. رسميا الكهرباء في صدارة مجموعته، ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بعد التغلب ضد اتحاد أهلي حلب 3-1. آدم طالب يوقع على عقد انضمامه لنادي تورينو الإيطالي بانتظار الإعلان الرسمي من الناديين الدنماركي والإيطالي. بمشاركة أساسية لزيدان إقبال، فريق أوتريخت الرديف يخسر ب2 مقابل هدف من فريق أيكس الرديف.